السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شايفين الجمال والحلاوة والمنظر التحفة ده؟ عملناه في أقل من 10 دقايق، والله بجد عملناه في أقل من 10 دقايق. تقريبا كل الوقت اللي أخده الوقت اللي قعد في التلاجة يسقع فيه. عملنا معاكم حاجة حلوة وسهلة وسريعة وساقعة، من غير فرن ومن غير أي مكونات صعبة. هنعملها بثلاث مكونات بس، والطريقة مفيش أسهل من كده، والطعم خطير. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عندي سكر ونشا وكريم شانتيه وقشطه وزبده. هنشوف ايه الاساسي معانا وايه اللي مش اساسي. انا حطيت 3 كوبايات لا حليب اللي هو اللبن، وعليهم 3 معالق سكر. كل كوبايه لبن بتاخد معلقه سكر و3 معالق نشا. تمام. هتزودي اللبن، هتزودي السكر، وهتزودي النشا. هدوبهم كده مع بعض، واروح نازله عليهم بمعلقتين كريم شانتيه. الكريم شانتيه هنا اساسي مع اللهم صل على النبي، اللبن والسكر والنشا. تمام. الاختياري القشطه، ممكن تستغني عنها وممكن ما تحطيهاش خالص، وممكن تبدليها بكريمه خفق او بقشطة اللي هي المعلبة. ممكن تستبدليها بأي حاجة تانية عندك، ممكن تستغني عنها خالص أصلا. بس حطي النكهة اللي انت هتعززي بيها الطعم بتاعك. وبعد ما ابتدوا ان هم يسخنوا كده مع بعض، رحت حاطة عليهم يعني ذرة فانيليا، يعني كيس فانيليا. ودوبتهم كده على النار، طبعا ايدي فيهم عضو عشان ميبقاش فيهم اي تكتلات. واول ما قوامهم يبقى كريمي معايا، احنا بنعمل مش قشطة، احنا بنعمل مهلبية. احنا بنعمل مهلبية، حاجة كده خطيرة، خطيرة بجد. ونزلت يعني اول ما لقيتها كده خلاص قربت ان انا اطفي عليها، رحت نازله بالقشطه، ونزلت بالزبده بتاعتي، وطفيت عليها. وهقلبهم كده لحد اما الزبده بتاعتي تسيح والقشطه تسيح وخلاص. دي طبعا الكاسات اللي انا هعبي فيها، والقوالب تقدري تعملي بقى في اي شكل انت حباه. بس حطيت نقطه زيت كده في القوالب دي عشان خاطر لما اجي اقلب المهلبيه بتاعتي دي ما تبقاش لازقه. تمام. هدهنها بس كده بنقطه زيت حلوه قوي، وهبتدي ان افضي الخليط بتاعي ده. وبعد ما نزلت كده بالخليط في الكوبايات دي كلها، هدخله يعني هسيبه يهدى وادخله التلاجة من ربع ساعة لتلت ساعة قبل ما احط عليه الطبقة التانية. يعني على ما احضر الطبقة التانية بتاعتي هيكون هو ايه، ساقع شوية في التلاجة. عندي هنا كيسين من الجيلي، جيلي مانجا بقى، جيلي فراولة. الجيلي اللي انت بتحبيه تقدري تستخدميه، والطعم اللي انت حباه تقدري تعمليه هنا. حطيت عليهم كوبايتين مية مغلية، وعليهم كوبايتين مية ساقعة. طبعا الكيس الجيلي الواحد بياخد من 3 ل4 كوبايات ميه سخنه وبارد. بس انا على الكيسين حطيت 4 كوبايات بس، عشان خاطر انا عايزه القوام بتاعي يبقى تقيل قوي، مش يبقى يعني يبقى اتقل من الجيل اللي هو يعني عايزاه قوامه يبقى اتقل. تمام. فعشان كده حطيت على الكيسين 4 كوبايات ميه بس. طبعا دوبت الجيلي الاول في كوبايتين الميه السخنين، واول ما الجيلي ده رحت نازله عليهم بكوبايتين الميه البارده. هبتدي دلوقتي ان اجيب الكاسات بتاعتي دي، مسكت نفسها اهي. هروح نازله عليها بطبقه الجيلي. كنت طبعا بعمل بالمعلقه، لقيت المعلقه طبعا مش هتاكل عيش خالص، وهناخد وقت طويل قوي على ما نخلص. فايه، بدات ان انا ايه احط المعلقه كده عشان خاطر يبقى عازل بين الطبقتين ما يختلطوش ببعض. وايوه المهلبيه ماسكه نفسها وكل حاجه، بس برضو نعمل حسابها. ونزلت كده بالطبقه التانية بالراحه جدا جدا عشان خاطر الطبقتين ما يختلطوش ببعض. وبعد ما عبيتهم كده بالشكل دوت، هدخلهم الفريزر او التلاجة من 3 ل 4 ساعات، والافضل يبقى يوم كامل. وبعد كده نخرجهم، تكونوا مسكوا نفسهم والدنيا تمام. طبعا كده كانوا مسكوا نفسهم، انا قعدتهم في التلاجة بالظبط 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 في الفريزر 3 ساعات.
هجيب دلوقتي دي هروح قلباها، البولة دي هروح قلباها اهو بالشكل دوت كده. هي مش عارفه ليه يعني فرشت مره واحده كده، المفروض ان هي كانت تنزل شبه البوله بتاعتها، تنزل كده جايه كده طويله شويه، بس هي لقيتها ساحت مره واحده. فتقريبا مش عارفه ايه اللي حصل، بس ممكن تكون عشان غلطت غلطه مش عايزاكم تغلطوها، انا لقيتها مش عايزه تتقلب معايا، فرحت حطها في ميه سخنه، فتقريبا لما حطيت البوله بتاعتي في ميه سخنه فخلت المهلبيه ساحت، فعشان كده لما جيت قلبتها فراحت عامله مني كده. بس والله العظيم طعمها كان خطير. وكده دي مكعبات مانجا قطعتها